السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. طبعا في الجو اللي احنا فيه ده مفيش احلى ولا اجمل من طبق كده شوربة عدس كده بالعيش الناشف وحبة تحابيش جنبه، اكلة مشبعة ولذيذة وكمان بتدفي في الشتاء. انا النهارده عملت العدس بتاعي بطريقة بسيطة وسهلة جدا، بس النتيجة بتاعته طالعة في منتهى الجمال والروعة. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الطريقة والمكونات بتاعتي عبارة عن ايه. بس قبل اي حاجة نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف المكونات وكمان طريقة التحضير. نقول بسم الله. واول حاجة معايا ربع كيلو من العدس، وعندي كمان جزرتين كده مقطعاهم حلقات، وبصلاية كبيرة، وطماطمتين كده مقطعاهم مكعبات، وعندي 4 فصوص من الثوم او 3. عندي التوابل بتاعتي هحتاج لورق لوري وفصين حبهان ومعلقة كبيرة من الكمون ومكعب ماجي. يلا بينا بقى على البوتاجاز عشان نحضر النهاردة أحلى شوربة عدس. هتجيبي الحلة بتاعتك وفيها كده معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة، وهتبدأي ان انت تنزلي بالخضار بتاعك كله تشوحيه تشويحة كده بسيطة، بس الخطوة دي بتفرق كتير جدا في طعم العدس بتاعي. بجد طريقة في منتهى الجمال. بصي انا شوحت الخضار كده لحد بس ايه ما دبل معايا. بعد كده هتكوني غاسله العدس طبعا ومصفيه من الميه، وتنزلي بيه على الخضار وتديله هو كمان ايه تشويحه مع الخضار. انزلي بقى بكل التوابل بتاعتك، ورق اللوري وفصين حبهان ومعلقه كده من الكمون ومكعب ماجي. قلبي بقى العدس بتاعك كده تقليبه حلوه كله يتشوح مع بعضه. وعايزه اقول لك على حاجه، الفصين الحبهان اللي احنا حطيناهم وورق اللوري بجد بيخلوا ريحه العدس طالعه تحفه، بجد بيخلوا ريحته طالعه قلب الدنيا. طبعا تشويحة حلوة بقى كده العدس مع الخضار كله. بعد كده هاتي المية السخنة وانزلي على العدس بتاعك. يعني بصي كتري المية شوية عشان ايه؟ طبعا احنا عارفين العدس في الاخر خالص لما بنضربه وبنسيبه كل ما بيقعد بيتقل، فانت حطي كده ايه، يعني حبة كده حلوين من المية. انا عندي العدس هنا بقى ابتدى ان هو يغلي، وسايباه كده ايه لمدة ربع ساعة تلت ساعة لحد ما الخضار بتاعي يستوي. واول حاجة بشوفها في الخضار هي الجزر، لان طبعا عارفين ان الجزر بياخد وقت في السوى. طالما الجزر بتاعك استوى يبقى انت كده خلاص العدس وكل الخضار بتاعك استوى. بصي انا اهم حاجة عندي ان انا بشوف الجزر بتاعي استوى، يبقى انا كده خلاص العدس تمام معايا. يلا بقى هنبتدي ان احنا ايه نضرب العدس بتاعنا. انا هضرب العدس بتاعي بالهاند بلندر. لو انت مش عندك الهاند بلندر سيبي العدس بتاعك لغاية ما يبرد كده، وبعد كده انزلي بيه في الخلاط واديله كده ضربة حلوة. هي نفس النتيجة واحدة. بصي انا بضربه حلو قوي عشان ما يكونش فيه ايه قطع كده هربانة كده من الهاند بلندر. وبعد ما خلصت ضرب بالهاند بلندر ابتديت ان انا اصفي العدس بتاعي. التصفية دي بتخلي العدس بتاعك رايق كده وحلو. وطبعا شفتوا اللي طالع من العدس. نرفع تاني بقى العدس على النار ونبتدي بقى ان احنا نحط كده معلقة من الملح طبعا على حسب الحدق بتاعك، ومعلقة كده من الكمون. العدس كده خلاص؟ لا لسه، ده لسه بقى اهم خطوة في العدس وهي الطشة بتاعته. بصي بقى انا هعمل النهارده الطشه بتاعتي او التقليه بتاعتي، هعملها ببصلايه وكمان طماطمايه. هتقولي لي هينفع طماطم؟ هقول لك بتبقى في منتهى الجمال. انا عندي بصلايه هنا مقطعاها كده مكعبات صغيره خالص، وعندي طماطمايه مقطعاها برضو مكعبات صغيره خالص. اول حاجه هبتدي بيها ان انا اجيب معلقه كده من السمنه او الزبده، وانزل بالبصلايه بتاعتي لحد ما البصلايه بتاعتي تبتدي ان هي تدبل معاكي. هتروحي نازله بالطماطم عليها. الطشة دي او التقلية دي بتفرق كتير جدا في طعم العدس. بجد انا ما حطيتش توم لان انا حاطة في السلق بتاع العدس طبعا 3 4 فصوص من التوم، وحطيت كمان ورقتين كده من اللورة. هتقلبي فيها بقى لغاية كده ما الريحة بتاعتها كده تطلع وتقلب الدنيا معاكي. وعايزه اقولك على حاجه، لو انت متوفر عندك مثلا فلفل اخضر سبايسي او بارد ممكن تقطعيه كده حلقات في التقليه دي. طبعا هنا بعد ما خلص معايا بصي الشكل بتاعها، ولا مش قادره اوصفلك الريحه. هنبتدي بقى ان احنا ننزل بيها على العدس بتاعنا. كده خلاص استوت.
البصلاية أخدت اللون الذهبي الحلو، وكمان الطماطمية بتاعتي دبلت. انزلي بقى بالطشة بتاعتك دي على العدس بقى، ودوقي أحلى وأجمل وأطعم حبة عدس شوربة، بجد في منتهى الجمال. ولو انتي حابة العدس بالشعرية، ممكن في الوقت ده تحمري كده معلقتين 3 من الشعرية، ما تكتريش فيها، وتروحي نازلة على العدس بتاعك وبعد ما تنزلي التقلية. بصي الجمال بتاعه، بصي لون العدس عامل ازاي، بصي كهرمان بجد تحفة. طبعا مفيش احلى ولا اجمل من العدس في الشتاء، اكله بتدفي وبتشبع، بتخليكي كده طول النهار قاعده شبعانه ودفيانه، بجد في منتهى الجمال. بصي العدس عامل ازاي، بجد روعه. بصي اللون بتاعه، بجد الطريقه دي جميله جدا وبتخلي طعم العدس حلو قوي. بتطلعي من تحت ايديكي طبق عدس شوربه في منتهى الجمال والطعامه. طبعا الأكلة دي بقى بتحتاج جنبها كده ايه، حبة بتنجان مقلي كده بالدقة، بصلتين كده خضر، عيش ناشف، بجد بتبقى في منتهى الجمال. فلفل مقلي ممكن، بتنجان مخلل ممكن، يعني مش هتقول أي حاجة جنبها مش هتقول لأ. مفيش أحلى ولا أجمل من طبق العدس في السقعة اللي احنا فيه ده. وطبعا الناس كلها أول ما الدنيا بتشتي، الأكلة الوحيدة اللي بيفكروا فيها العدس الشوربة. بجد أكلة لذيذة وشهية، ومهما تاكلي منها طبعا مش بتشبعي. وزي ما قلتلك، لو انت حابة تحطي شعرية في العدس بتاعك، هتحمري كده معلقتين 3 من الشعرية، وهتروحي سقطاهم في العدس، بس ما تسيبهوش يغلي، يا دوب كده يرفع كده غلوة على النار، وتروحي مطفية عليه على طول. من السخونية بتاعة العدس الشعرية هتستوي. طبعا العيش بقى بتاعي الحلو اللي هو الناشف المتحمص كده في الفرن، واساسي بقى العدس بتاعي كده ليمونه كده خضره، بتبقى في منتهى الجمال والطعام على حبه العدس. اكله بسيطه وسهله بس بجد جميله، ومفيش حد بيختلف عليها. هي اكله اقتصاديه، بس بجد والله العظيم احلى من اي اكله، احلى من اللحمه والفراخ والسمك. طبعا كده خلص العدس بتاعي، وبصي الطبق شكله كده يفتح النفس، ولونه وريحته في منتهى الجمال، والطعم كمان احلى واحلى. جربي العدس بنفس الطريقة، جربي ان انت تشوحي الخضار كده الاول، وبعد كده تنزلي بالعدس عليها في معلقة زبدة كده او سمنة، بيديكي نتيجة في الاخر في منتهى الجمال. الوصفة سهلة وبسيطة جدا، والطريقة مفيش اسهل وابسط منها. جربوها بنفس الطريقة ان شاء الله هيعجبكم. نتقابل الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، في وصفة كده سهلة وبسيطة. أسيبكم في حفظ الله ورعايته. سلام عليكم.